السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحد بعت لي بيقول ان هو طلق مراته وعندهم طفل عنده 6 سنين، فبيقول كل ما احب اشوفه تبعتولي عند والدتي اليوم اللي انا بروح فيه انا ومراتي اروح اقعد معاه كده. فبيقول انا ماليش هنا في العيال وماليش في الكلام ده، فاشوفه بسلم عليه بديله فلوس واسيبه يقعد مع امي وانا اروح عند صحابي. هو يقعد يرن عليا ويزن ويعيط عايزني مش عارفه ايه، وانا ماليش في الكلام ده. اقول له حاضر طيب حاضر طيب، مره اقفل التليفون، مره ما اردش عليه، مره اقعد اقول له حاضر وجاي وكده. فبيقول في مره الولد قعد يزن وقعد يعيط، كل مره اعمل كده، كل اسبوع اعمل كده. فبعد كده راحت الواد ايه، فراحت طليقتي رنت على مراتي قالت لها هو انتوا بتعملوا الواد ايه؟ وكل ما يجي عندكم يبقى تعبان انتوا بتعملوا ايه؟ قالت لها هنعمل له ايه يعني؟ قالت لها لا في ايه، انتوا بتعملوا ايه؟ ادام انتوا مش عايزينه تطلبوه ليه؟ قالت لها خلاص ما تجيبوش، لو انت شايفه ان هو كل ما يجي عندنا بيتعب ما تجيبوش. قالت لها خلاص مش، وانا ايه مش هجيبه. فبيقولوا فعلا ما بقيتش تجيبه ولا انا بقيت اطلبه، وبقيت اسال امي عليه كده وخلاص. فبيقول في يوم بعد بشهر 2 كده وحشني، قلت اروح ابص عليه. رحت المدرسه وطلبت من المديره ان هي تجيبهولي. بيقول الواد طالع ومسك ايد الداده، اول ما شافني راح خاف. فبقول له ايه في ايه مالك؟ مش عايز، ماسك في ايدي الداده ومش عايز يجيلي. فبيقول زعلت قوي، انت بتعمل عامل كده ليه يعني في ايه؟ اللي هو مش عايز يجيلي خالص. وانا زعلت واتضايقت، اتصلت بمراتي بطليقتي قلت لها انت قايله لابني ايه؟ انت ايه مكرره فيا ليه؟ قالت له هكرر ايه؟ ده عيل من عمايلك، انت اللي مش بتهتمي بيه ولا بتسال عليه ولا بتاخده ولا بتعمل فيه اي حاجه، عشان كده الواد مش طايقك. لا انت اللي بتسلطيه، لا انت بتعملي. قلت له بقول لك ايه، ده عيل، وعموما ايه افتكر اللي انت عايزه، انا ايه ماليش دعوه. مش انا كنت ببعتهولك وانتوا الواد على طول يجي لي عيان ويجي لي زعلان ويقعد يعيط؟ شوف انت عملت له ايه. فبيقول لا، قعدت ماما قعدت اتخانق معاها وقلت لا، قلت لامي لا ما ينفعش كده، انا اتحرق دمي قدام المدير وقدام الداده يقولوا عليا ايه، هو انا خاطفه. وراح قال لها بقى ايه، انا هعمل قعده كبيره واشوف انتي بتقولي لابني ايه ولا بتعملي لابني ايه. فامي بتقولي لا انت كده هتكسف نفسك قدام الناس، ده عيل هيقولوا انت اللي ما بتسالش عليه وانت اللي عامل الفجوه اللي بينكوا دي. فبيقول لا انا مش مصدق امي، وبقول لا انا ايه هي اللي مكرهه فيا. فانت لا انت غلطان، انت بعد ما كرهت الواد فيك، ده عيل، لو فسحه ولا اكله ولا شوربه ولا هزار ولا ضحك ولا بحنيه حتى كان جالك. لكن انت اللي بديت صحابك عنه، بديت خروجاتك عنه، بديت حياتك كلها عنه، وجاي دلوقتي تقول انا مكسوف ولا شكل المدير ايه والداده؟ يعني حتى مش همك الواد ولا همك زعل الواد ابنك؟ انت بتقول حتى ابنك الوحيد، يعني لسه ربنا ما كرمكش من التانية. وهي صلاته تقول له ايه يعني؟ هي قطع صلاته ما كانتش بعتته اصلا عند والدتك. لكن انت لا، الواد بالحنيه، الاطفال عموما بالحنيه. انت رجعه خده اطلبه تاني وخليه يجي عند والدتك والعب معاه وهزر معاه وهات له حاجات حلوه وخرجه، خده معاك عند صحابك. لكن اللي انت ما بتسألش فيه وبتكلموش ولا بتعبره، في الاخر عايز لما انت تشوفه الواد يجري عليك ويتليف عليك، لا طبعا ده غلط. وش معنى انت طلقت امه يبقى انت ترمي الواد؟ ما هو كده كده في الاول وفي الاخر ده ابنك انت، يعني بتاعك انت. فولا قاعده ولا غير قاعده، انت تكسف نفسك. بدل القعده دي اطلب ابنك وخده وفسحه وروح اعزمه على حاجه وخده معاك واكله وشربه وهزر معاه والعب معاه، هتلاقي الواد كويس معاك. مش معنى انت طلقت مراتك يبقى هو خلاص طلقت ابنك معاه. وانتوا قولنا ايه رايكم في الكومنتات، وصلوا على النبي يا جماعه، والسلام عليكم في الفيديو دي.